انا يعني مش هدخل في المباراه ولا هتكلم عن المباراه وقبل اي حاجه وقبل ما ادخل في اي تفاصيل. هو محمد هاني دخل يسدد ضربه الجزاء ليه؟ مين اللي اختار محمد هاني يدخل يسدد ضربه الجزاء؟ سيبك من المباراه كلها، سيبك من التعادل، سيبك من الاداء السيء، سيبك من ان كولر بيغزلنا كل مره بنحتاجه فيها، سيبك من تدخلات كولر، سيبك من الفنيات، سيبك من اننا سيبنا استاد القاهره لمنتخب الشباب عشان البيه المدرب عايز يلعب عليه ورفض يسيبه علشان هيخسر على استاد القاهره 4 مقابل لا شيء. سيبك من اي حاجه خالص. محمد هاني داخل يشوط ضربه الجزاء ليه؟ مين اللي اختار محمد هاني يدخل يشوط ضربه جزاء في توقيت زي ده وانت خسران 1 لا شيء قدام صن داونز في مباراه حساسه جدا في توقيت حساس جدا؟ بناء عليه محمد هاني هو اللي يدخل يشوط ضربه الجزاء في وقت زي ده؟ هموت وافهم حد يجاوبني على السؤال ده. هقول كلام كل مره بقوله، الناس بتطلع تهاجمني، الناس بتطلع تشتمني، الناس بتعمل لي كومنتات فيها هجوم كبير جدا. كل مره بكون مستني حاجه من كولر، هيقدم حاجه ومستنيه يظهر بشكل كويس في المباراه ويكون دارس الخصم بتاعنا بشكل كويس. بتفاجئ ان هو لا هو دارس الخصم ولا هو حاطط تشكيل كويس ولا حتى تدخلاته في المباراه كويسه. كل مره بكون مستني فيها حاجه من كولر الحقيقه بيخذلني وبيخذلني جدا كمان. يا عم ده ما جالوش مهاجم، خلاص يا بيه احنا نقفل النادي علشان ما جبناش مهاجم، ما نلعبش كوره عشان ما جبناش مهاجم، نخسر كل البطولات عشان ما جبناش مهاجم. ما احنا النادي فاتحينه عشان نجيب مهاجم، مش عشان نلعب كوره، مش عشان نشوف الباقي، مش عشان نلحق اللي ممكن نلحقه. لا احنا جايبين مدرب علشان نرفهه مش يحل لنا مشاكل. جايبين مدرب علشان لما نتزنق يكون طب يا اخي جبت المهاجم واتصاب، وقتها هنعمل ايه؟ هنخسر كل البطولات برضو، وقتها هنبدا نخسر ونتعادل وندخل كده في نفق مظلم. يعني احنا اشترينا المدرب لا قدر الله اتصاب، جبنا مدرب واتصاب، جبنا مهاجم عفوا واتصاب، وبعدين هنقعد بقى نستنى نقفل النادي لما المهاجم ان شاء الله يا جماعه يبقى يرجع يلعب تاني، نبقى نرجع بقى نلعب احنا الكوره تاني. حاجه في منتهى الغرابه من كولر. تقريبا اللاعب اللي بيتالق بيركنه على الدكه. خالد عبد الفتاح تألق نزل مكانه هاني، كهربا تألق نزل مكانه بيرسي تاو في مركز المهاجم اللي بيرسي تاو ما فاقش ولا عمل اي حاجه غير اما نزل تحت المهاجم. القندوسي بينزل كل مباراه دقايق بيخلينا كده مستمتعين وبنحس ان في صناعه لعب، وبيملى كده خط الوسط وبينزل يستلم من على الدايره وبيربط بين الخطوط الخط الدفاع وخط الهجوم وبيوزع كره كده حلوه، بيعمل تسديده شكلها حلو. لا مش مشكله، نزل مكانه قفشه اللي هو تقريبا يعني واخد مكان المهاجم. بندور على اي حد يوزع كرة، قفشه مش هنا، قفشه مش موجود في ارض الملعب، لاعب مش عارف ازاي موجود جوه النادي الاهلي اصلا. فين دوره في ارض الملعب؟ انا مش لاقيه تماما. ابدا نزل بقى انت، املى خط الهجوم، نزل اجنحه ونزل مهاجم محمد شريف جنب كهربا، ونزل اجنحه، نزل طاهر، ونزل مش عارف مين، واملى الدنيا كده مهاجمين. طب وبعدين مين اللي هيلعب لهم كور؟ ما انا طلعت قفشه اللي ما كانش موجود اصلا اللي هو مش بيصنع لعب اصلا، وما نزلتش برده القندوس عشان يصنع لهم لعب. رميت مهاجمين كتير، اجنحه كتير، مفيش حد يصنع لي لعب، مفيش حد يطلع لي كوره، مفيش حد يربط بين الخطوط، مفيش اي كلام من ده. ديانج تقريبا دماغه في العروض وفي المشيان وفي حاجات كتيره ومش في ارض الملعب ومش بنفس تركيزه. مفيش غير مروان عطيه كده اللي حاجه منوره في نص الملعب لوحده تماما، بيحارب لوحده. حسين الشحات اللي كان عنده حميه واحبط بسبب اللي حواليه كذلك. لعيبه كتير جدا، هنعد اسماء. طاهر اللي نازل يعمل تدخلات وياخد انذارات. هتكلم على مين ولا مين؟ علي معلول اللي ما اناش فاهم ايه اللي حصل في علي معلول. فجاه لقيناه كبر وفجاه لقيناه بقى مش قادر يعمل اي حاجه لا دفاعيا ولا هجوميا ولا اي حاجه خالص. ربنا كرمك ورجعت بعد ما كنت متاخر بهدف وجبت 2-1. مش عارف كمدرب تتدارك، كمدرب عندك خبرات وكبير، مش عارف بقى تتدارك وتلم نفسك وترجع كده في المباراه تمسك بقى وتسيطر على المباراه كده يمين وشمال. بقيت قاعد بتفرج وانا كل همي ان ما يدخلش فيا هدف. مشجع اهلاوي قاعد بيتفرج على مباراه للنادي الاهلي كل همه ان النادي الاهلي ما يدخلش فيه هدف، مش النادي الاهلي هيسجل الهدف امتى، لا احنا قاعدين كل همنا ان النادي الاهلي ما يدخلش فيه هدف. خط دفاع سرحان تماما، محمد الشناوي مصدر عدم الثقه، مصدر الخوف للهجوم اللي قدامه، حاجات كلها كارثيه والكل بيغلط في وقت واحد، والكل مفيش واحد تقدر تقول ده بيتحمل المسؤوليه، مفيش واحد تقدر تقول ده اللي شايل الفريق، مفيش حد خالص. وعبد القادر اللي مش قادر، وحوار كده كبير وقصه حزينه، والمدير الفني اللي هو عارف يتدخل في المباراه ولا عارف يحط تشكيل صحيح. ما هو ما جالوش مهاجم. واحد يقول لي انت بتهد في الفريق علشان تعادل. والله انا ما بهد، انا بنتقد حاجات انا بشوفها بقالنا كام مباراه بنغلط نفس الاغلاط، نفس السيناريو بيتكرر، هو نفس الاخطاء الدفاعيه بتاعتك، نفس العقم الهجومي بتاعك. يمكن مباراه اسوان اللي شفنا فيها بس
حاجه هجوميه. غير كده مفيش اي تعديل للاخطاء بتاعتك، مفيش اي دراسه للخصم بشكل كويس. سيبنا استاد القاهره عشان مدرب منتخب الشباب الباشا البي عايز يلعب على استاد القاهره، ومش هينفع يسيبه للنادي الاهلي يلعب عليه المباراه. ليه؟ علشان يخسر 4، علشان يشرف مصر ويرفع راس مصر ويحطها في التيم بالاربعه اللي هو خدهم من السنغال. استاد السلام النهارده ساعد صن داونز بشكل كبير جدا، قلل المساحات في الملعب بشكل كبير جدا. سيبك من المساحات اللي كانت عندنا، سيبك منها خالص. المهم ان هو قلل لهم المساحات في دفاعهم اللي كان هش جدا، اللي كان لازم نستغله اكتر من كده. بس احنا مش دارسين، ما احنا مش عارفين احنا هنهاجمهم منين. عندهم اخطاء كتير جدا في العرضيات. شفت كام عرضيه في المباراه؟ شفتش عرضيات في المباراه اصلا. يعني عندهم اخطاء بالجمله في الدفاع من مساحات وعرضيات وحاجات كتيره جدا. انت ما استغلتش اي حاجه، وانت اصلا مش عارف ان الاخطاء دي موجوده. هو تقريبا اتفاجئوا بالاخطاء دي موجوده زينا زيهم كده، والماتش شغال او المباراه شغاله. حاجات في منتهى الغرابه، وحاجات بتخلي الواحد يعني مش عارف يقول ايه اصلا. لا انت عارف تقول خير، هو طبعا كل حاجه خير، بس ما انتش عارف تقول اللي جاي احسن وهنفوق، ولا كل مباراه بنتنيل عن اللي قبلها. ما انتش عارف تقول اي حاجه. المهم ان الوضع بيتأزم، الوضع بيكون اكتر كارثيه. نقطة أولى في دور المجموعات، المباراة الجاية قدام القطن إن شاء الله ناخد ال3 نقط. التعادل النهارده هو في مصلحة الهلال السوداني اللي كهرب المجموعة، اللي دمر المجموعة حرفيا. فالموضوع بالنسبة لي النادي الأهلي دايما بيحرق دمنا في دور المجموعات، ولكن المرة دي هي مش حرق الدم. المرة دي هو في حاجة كده غريبة، يعني كل مرة بيحرق دمنا. ممكن نلعب ونتعادل، ممكن نلعب ونخسر، لكن دلوقتي احنا لا بنلعب ولا بنعمل أي حاجة. انا مش فاهم احنا فين، بنعمل ايه، بنسوي ايه، مش فاهم اي حاجه. في حاجه مش مفهومه، في حاجه غلط بتحصل. المهم مين اللي خلى محمد هاني يلعب ضربه الجزاء؟ حلقتنا خلصت، سلام.